اهلا بيكم في بودكاست دايرة الرحلة. احنا وصلنا دلوقتي للحلقة الرابعة. في ناس بتسأل سؤال مهم جدا: انا اسافر individual، اسافر لوحدي ولا اسافر في جروب؟ اولا ده ليه مميزاته وده ليه عيوبه. الاثنين سواء تسافر لوحدك ليه المميزات وليه العيوب، وسواء تسافر في جروب بتبقى ليه المميزات وان كان عيوبه اكتر. بمعنى ان السفر دايما مرتبط بحركة الشخص، ان هو عايز يبقى براحته. انا مسافر طالع مع شركة سياحة، اسافر انا عندي اجازة عايز اتمتع بيها. في ناس بتحب انها تبقى بحريتها اكتر. يعني احنا عندنا بعض انواع من العملاء، في اللي بيحب يسافر لوحده، في اللي بيحب يسافر في جروب، وفي اللي جرب ان هو يسافر في جروب بعد كده قال لا، ان انا اسافر لوحدي افضل. طيب انا ايه اللي يخليني اسافر لوحدي؟ ايه اللي يخليني اسافر في جروب؟ هي بترجع لشخصية المسافر. هل هو بيحب ان هو يحتك بالناس؟ هل هو بيحب ان هو يبقى في وسط مجموعة؟ هل هو بيحب ان هو يتقيد بمواعيد؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لان انت لو طلعت لوحدك انت بنحجز لك طيران وبنحجز لك اوتيلات، بعد كده انت بتبقى فري في الرحله. بتروح تعمل تشيك ان في الاوتيل، بتحط شنطتك، ممكن تاخد دش، تريح، تنزل بالليل، تتعشى، ترجع تاني الاوتيل، ممكن تصحى الصبح تفطر، بعد كده تروح اي مكان، بتبقى فري مش متقيد بحاجه. انت ممكن رجعت بالليل متاخر فحابب تنام شويه الصبح، انت كده كده اجازه، فخلاص المواضيع بالنسبه لك بتبقى اسهل. طيب الجروب مختلف تماما. الجروب اولا انت مرتبط بمواعيد طيران، تبقى في المطار الساعه كذا بالدقيقه، تجميع بيبقى في مكان معين. تاني حاجه انت لما بتوصل هناك الجروب بيبقى كله قاعد في اللوبي مستني الاجراءات بتاعه تشيك ان. بعد كده بتبدا البرنامج بتاعك، الرحلات. انت كل يوم برنامج الرحله بالتوقيت، هتلاقي المندوب بيتصل بيك بيقول لك بكره هنبقى في اللوبي الساعه 7 الصبح. في ناس ما بتحبش كده. في مكان الناس بتحب تتصور فيه اكتر فبياخد وقت اكتر، فتلاقي التور ليدر اللي معاك بيقول لك والله احنا اخدنا في المكان ده وقت اكتر من المسموح بيه، فاحنا كده عندنا رحلتين فهنضطر نلغي رحله عشان لازم نرجع الفندق في وقت معين، لازم نرجع في ساعه معينه عشان التصريح معانا بتاع شرطه السياحه او على حسب البلد، فبنلغي رحله عن رحله. هنا بقى بيبدا الانقسام في الجروب. هنا بقى اللي عايز يزور ده، اللي عايز يزور ده، هتلاقي الامور في تباين في الاراء، فدي بتبقى مش لطيفه لبعض الناس. غير ان الخناقات اللي بتنتج عن الامور دي، غير ان في بعض شركات سياحه ما بتنظمش الموضوع بشكل مول بالنسبه للناس. يعني بتدفع فلوس في حاجه بعد كده بتروح تلاقي حاجه تانية، فهي بتقابلك المشاكل يعني والخلافات بين الناس وبعضها، اختلاف الاراء. ده عايز يروح المكان ده لا بيقول نروح المكان ده افضل. في حد تاني ممكن يتعب في نص الرحله فيبقى عايز يرجع الفندق، فده بتبقى صعب لانه كله بيتحرك بباص واحد، فالباص مش هيوصل حد لوحده ويرجع ويسيب المجموعه. يعني ما الموضوع بتاع الجروب على قد ما هو ان ممكن يبقى ليه مميزات في السعر، على قد ما هو ليه مشاكله الكتيره على حريه الشخص. في ناس ما بتحبش تتاقلم مع مجموعه، خاصه لما يكون طالع اوروبا مثلا او دوله في الفار ايست زي تايلاند مثلا او ماليزيا او اندونيسيا. فبيبقى في وسط جروب متعدد الجنسيات، ناس هو ما يعرفهمش، هو طالع بس بالنسبه عشان يوفر في السعر، ودي احيانا ما بتبقاش لطيفه. عكس واحد لما بيبقى طالع لوحده، هو اللي بيتحكم في رحلته، هو اللي بيتحكم في المصاريف بتاعته، ايه الاماكن اللي يروحها. الفندق بيقدم له بامفلت كده هو بيقراه عن اهم المزارات السياحيه في البلد، فهو بيقدر يتحرك، بياخد التاكسي او لو في مترو في البلد دي، فبيقدر يتحرك براحته وهو بيتحكم في وقته. ممكن يبقى هو عايز يروح حاجه النهارده ما زارهاش قبل كده، يقدر يروحها براحته. ممكن عكس الجروب. يعني في ناس بتسأل ليه دايما شركات السياحة أسعارها مش زي بعضها في نفس الرحلة؟ يعني أنا شفت سعر هنا أقل، شفت سعر هنا أعلى، وهي نفس الرحلة. ده بيفرق الحاجة إن في شركة بتقدر بتنجح أو ربنا بيوفقها، زي ما احنا كنا عاملين في وقت من الأوقات بعض الرحلات. السنة اللي فاتت كنا عاملين المركب بتاعة اليونان، السنة دي كنا عاملين رحلة بلغاريا. إن ربنا بيوفقك إن أنت تشارتر طيارة، يعني أنت بتاخد طيارة مشارترها للرحلة دي، فبتاخد سعر كويس من شركه الطيران، فبتقدر تقلل في الكوست بتاع الطيران، بس الفندق بيبقى زي ما هو. يعني سعر الفنادق ما بقاش فيه مثلا افضليه لحد عن هو نفس الفندق، بس انت مكسبك كله بقى بيبقى في الجزئيه بتاعه الفنادق دي. انما الطيران هو الحاجه الوحيده اللي بتقلل في الكوست بتاعها، فبيفرق عن اي حد تاني في الرحله. نفس الرحله دي بتتعمل في مكان تاني بسعر تاني، عشان هو بيبقى واخد الطيران العادي. الطيران العادي بيبقى واخده وحاسبه على الباكج فبيبيعه لك، وهي نفس الرحله. فبتفرق شركه
شركه عن الثانيه ان بتبقى في شركه مشرطره للطيران نفسه، بيبقى واخده الطياره لوحدها عاملاها للرحله دي، فده بيفرق معاها. هي دي الفرق. اللي بتفرق معايا في المصاريف، بتفرق معايا في المصاريف طبعا. انا لو حاطط البادجت للرحله 150,000 مثلا، وفي شركه عاملاها ب 90,000، فانا 90,000 دول بيفرقوا معايا في المصاريف هناك، خاصه ان انا لما بطلع مع جروب بيقلل لي نسبه من الاكسبنسز اما بكون لوحدي. لما بكون لوحدي طبعا زي ما قلنا ان انا بتحرك بحريتي، بروح اماكن، ممكن ادخل في مكان اغلى شويه، ممكن اكل في مطعم اغلى شويه، عكس اللي هو في البرنامج. طبعا الحاجات اللي هي بتبقى مرتبطه بجروب بتبقى كلها اقتصاديه، معظمها بيبقى اقتصادي طبعا على حسب برنامج الرحله وعلى حسب الشركه المنظمه وعلى حسب الدوله اللي انا رايحها. وخدوا بالكم هي بتفرق جدا في الدوله، هل الدوله نفسها الديستنيشن ده نفسه غالي ولا هو كبلد سياحي سعره معقول؟ ما هو لو ديستنيشن غالي فالرحله نفسها اوريدي هتبقى غاليه. يعني المالديف مش هتبقى زي دوله في الشنجن مثلا. تايلاند فيها 3 مدن من اهم المدن السياحيه اللي هي بانكوك وبوكيت وباتايا. الثلاثه دول في جزر فيهم، فبتبقى غاليه على حسب برضو اختيار العميل للاكوميديشن، هو عايزه 5 نجوم 4 نجوم، على حسب هو طالع هاني مولر او طالع رحله عاديه، على حسب اسره او فرد. كل ده بيدخل فيه ازاي اوفر او ما اوفرش، على حسب، لان هو ده زي ما بنقول السياحه بحر واسع من المعلومات، كل حاجه غير الثانيه. فالناس لازم تفهم كويس انا البرنامج السياحي بتاعي بطلعه بيزد على ايه، بناء على ايه، على انهي اساس. هل انا عايز اوفر فبطلع مع شركه اسعارها قليله فالخدمه بالتالي بتبقى مش لطيفه، الفنادق بتبقى 3 نجوم، الاكل مش مظبوط. وباي ذا واي ان بمناسبه الفنادق ان في ناس بتقول انا ليه الصور اللي انا بشوفها للفنادق على الانترنت غير الواقع؟ طبعا ده طبيعي، لان الفندق لما بيسوق لنفسه هو بيصور بافضل كواليتي، وممكن الاي اي يلعب في الصور. يعني انا عندي ناس راحت تركيا مثلا، تركيا مشهوره بالكلام ده، ان الاوضه اتفرج عليها وقال لي انا عايز الفندق ده. انا كنت اقترحت عليه شخصيا، اقترحت عليه فندق تاني خالص، قلت له باشا الفندق ده التقييمات بتاعته مش لطيفه، قال لي لا انا شاف صوره على الانترنت كويسه جدا. فانا اديته النصيحه، قلت له خلاص انا بديك النصيحه، بلاش الفندق ده لان تقييماته مش كويسه والصور مش زي الواقع. هو لا يعني حب ينفذ رغبته خلاص وخد الفندق اللي هو عايزه. لما راح هناك اكتشف الواقع الاليم، يعني قال لي لدرجه ان انا كنت بخش الاوضه بالجنب. فمش دايما الصور بتبقى هي الحقيقه نهائي، وفي فنادق بتبقى بتصور بزوايا مختلفه، في فنادق بتصور بتبقى بالاي اي، بتدخل الاي اي تصور لك الغرفه ان انت قاعد في جناح او ان انت قاعد في حاجه هو 3 نجوم بس انت قاعد في 5 نجوم. فالناس بتروح هناك تكتشف الواقع، السرير بقى مكسور، في حشرات، في الموكيتا مدلوق عليها حاجه، ملايه السرير مش نظيفه. هو فندق 3 نجوم وسعره قليل، فانت ما تتوقعش منه ان انت هتروح الهيلتون مثلا او الفور سيزون، لا خالص. فدي شكوى اللي الناس بتقول عليها ان انا الصور غير الحقيقه. طبعا لان على مستوى الفندق، انما احقاقا للحق الفنادق اللي هي بتبقى براند لا بتبقى الصور زي الحقيقه. يعني انت لما تروح فندق 5 نجوم مثلا او فندق 4 نجوم في اوروبا والفندق مصنف، لا الصور بتبقى حقيقيه. انا بتكلم على بعض الدول اللي هي الرخيصه اللي الفنادق بتاعتها 3 نجوم، فبيصور لك الفندق بشكل هو مش طبيعي، فالناس بتتخدع فيه. لذلك انت لما ترجع لشركه سياحه تستعين بخبرتها افضل كتير من انك انت تحجز مع نفسك. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه الرابعه من بودكاست في دايره الرحله. لو عندكم اي استفسارات او اي تعليقات عن اللي ورد في البودكاست احنا تحت امركم، مش هنتاخر ابدا عن الرد على اي استفسار. تابعونا، اللي جاي احسن ان شاء الله.